السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. واول حاجه بغيت نبارك لكم رمضان، نقول لكم رمضانكم مبروك، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. وبالنسبه للوصفه ديال اليوم اللي هي وصفه اللي هي سهله تحليه نوجدوها ناخذوها في الفطور ولا ناخذوها في السحور، صحيه. ندوز دابا للوصفه، ما نطولش عليكم الفيديو، على بركه الله. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا المقادير اللي هي سهله. عندنا هنا السيطرو ديال الحليب، غنحتاجو بنانه، 8 الحبات ديال التمر، عندنا هنا حفنه ديال اللوز، تقدروا تاخذوا المقشر تقليوه ولا تاخذوه بحال هكا وتحمروه. تقريبا هنا عندي واحد 5 دراهم. وعندي هنا فلون كراميل، تقدروا ديروا الفلون شينوا، فلون فاني، يعني المذاق اللي بغيتو. ندوز دابا للطريقه على بركه الله. غنحتاجو هنا كاس ديال الخلاط الكهربائي، غنقطعوا البنانه، غنضيفوا اللوز، وغنضيف 8 تمرات اللي حيدت ليهم العظم وقطعتهم شويه صغار، وغنضيف الساشيه ديال الفلون. وبالنسبه للحليب غنبدا نضيفو بشويه بشويه. دابا غنضيف نص الكميه يعني رابعه، وغنطحن باش نكمل الكميه الاخرى. وغنضيف دابا الكميه المتبقيه. وغناخذوا كاسرونه وغنكبوا فيها الخليط ديالنا، هذا هو الشكل ديالو، يجي عاقد. وغنبقاو نحركوا دابا الخليط ديالنا تطلعوا الغليه. الفلون راه تيجي حلو بهاد المقادير. حقاش درت الفلون اللي ساشيه كبيره اللي اصلا هي كتكون حلوه. من الافضل ديروا الساشيه الصغيره اللي تتكون مسوسه ديال 2 دراهم باش كيجيكم التوازن في المذاق. وحتى نوعيه التمر كتلعب دور كبير. الا كان عندكم داك التمر المعسل، انا درت المجهول كيكون شويه حلو، من الافضل ديروا هذاك اللي شويه كيكون ناشف باش ما تجيكمش تحليه حلوه بزاف. نكمل معكم دابا الفيديو. ومباشره خصنا نخويو الخليط ديالنا في الكؤوس اللي غنقدموا فيهم هاد التحليه. حاولوا تجربوا هذه الوصفه، راه كتجي رائعه، تحليه سريعه وصحيه. غير هذيك الاضافه اللي قلت لكم ديال الساشي ديال الفلون الكبير تيكون حلو، من الافضل تعوضوه بالساشي الصغير. وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه وجربتوها تخليوا لي تعليق وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله. واضافه اخرى، كاين الناس اللي ما تعجبهمش التمر، يقدروا يكتفيو غير بهذيك الساشيه ديال الفلون الحلاوه ديالها، ولا داروا هذيك الصغيره المسوسه يضيفوا السنيده. كنتمنى تكون المعلومه وصلت. انا بغيت الوصفه تجيكم ناجحه وتعجبكم. غنخلي دابا الكؤوس هنا على برا تيبردوا مزيان باش ندخلهم الثلاجه، نخليهم يبردوا مزيان وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما نزينهم. بالنسبه للتحليه هي وجدات من بعد ما بردات مزيان. وبالنسبه للتزيين كما كنقول لكم ديما كيبقى اختياري، كل واحد والذوق ديالو. انا زينتها هنا باللي عندي البنان واللوز مقلي، تقدروا تزيدوا الخيوط ديال الشوكولاته او الكراميل. وبالنسبه للتحليه ديما ملي تدخلوا الكوزينه بداو بها هي الاولى باش كتبرد على خاطرها، كندخلوها للثلاجه الا كنا بغيناها للفطور. الا كان السحور ماشي مشكل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم، الوصفه ديال اليوم، تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده، الى فيديو جاي ان شاء الله.